الله وبركاته. اهلا بيكم متابعيني الاعزاء. النهارده مكملين في قضيه طبيب الساحل. عايزين نعرف مين هو الطرف الرابع، مين هو اللي بيدفع للقضيه علشان المتهمين كلهم ياخدوا براءه. ولما المتهمين الثلاثه دول براءه، امال مين اللي قتل دكتور اسامه؟ هل دكتور أسامة مات لوحده، ولا إيه اللي حصل ليلة ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض، وتفاصيل الخلاف ما بين المستشار أحمد عاشور والمستشار أشرف نبيل. إيه هو سبب الخلاف؟ وليه المستشار أشرف نبيل طلع وقال إن هو هيكتب مذكرات النقد بناء على طلب أحدهما؟ ومين هو أحدهما اللي طلب منك يا سيادة المستشار إن أنت تكتب مذكرات النقد للمتهمين في قضية دكتور أسامة توفيق صبور؟ عايزين نعرف مين هو اللي دفع الملايين. وده حقنا كرأي عام، حقنا كسوشيال ميديا، ان احنا نعرف مين اللي دفع الملايين دي كلها وعلشان ايه، وليه الكل اللي بيدفع اكتر بيدافع عنه اكتر. ازاي لما هما التلاتة هيتكتب لهم مذكرة نقد؟ يعني حضرتك مؤمنين ان هما التلاتة ما عملوش حاجة، امال مين اللي عمل؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض. يا ريت فضلا وليس امرا لو مهتم بكل جديد في قضية دكتور اسامة توفيق صبور تحط لايك للفيديو ونشر الفيديو. كمان ما تنساش لو لسه جديد معايا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان كل جديد يوصلك اول باول. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا يا جماعة كل اللي متابعين معانا القضية من البداية عارفين ان احنا دايما بنحاول ننقل لكم الخبر اول باول. طبعا كنا كلنا عارفين ان المستشار اشرف نبيل متولي الدفاع عن المتهم الاول احمد شحتة، وده بعد تنحي المستشار وليد خيري رحمة الله عليه، بنحتسبه عند الله من الشهداء. ايه الجديد؟ ان احنا اتفاجئنا بان المستشار اشرف نبيل طلع بمنشور بيقول بناء على رغبة احدهما فانا هطلع وهدافع عن التلاتة وهكتب للتلاتة مذكرة نقد فيما معناه يعني، وبعد كده هرجع ودافع عن احمد شحتة لوحده وكل واحد يدافع عن المتهم بتاعه. طب ليه وعشان ايه؟ طبعا هو بيقول ان مذكرة النقد من المصلحة العامة ان هي تتكتب للتلاتة علشان الدفوع كلها تبقى مرتبطة ببعضها، وتكون كده في مصلحة المتهمين الاتنين الاولانيين ان هم يتم تخفيف الحكم، وكمان ايمان ممكن يتم تخفيف الحكم عن 15 سنة. طبعا المستشار احمد عاشور ما عجبوش الكلام ده وطلع يقول ان هو اول مره يشوف ان محامي يطلب الدفاع عن متهم او يكتب له مذكره نقد بدون ما متهم او حد من اهله يطلب كده من المحامي. فهو قال جرى العرف ان دايما المحامي والد المتهم او اهله او المتهم نفسه بيطلب منه ان هو يجي يدافع عن قريبه لكن او عنه. لكن ان انت تعرض ان انت تكتب مذكرة النقد وتكتب على كده على صفحتك على الفيسبوك، هو ده الغريب في ذاته. طبعا عايزه اقول لكم ان القاصي والداني كل الدنيا مهتمه بقضيه طبيب الساحل، والكل عارف ان هو مغدور بيه، والكل عارف ان الثلاث متهمين عناصر إجرامية مفيش حد فيهم يقل عن التاني في الإجرام بتاعه. فطبعا هنا المستشار أحمد عاشور كان في مواجهة ما بينه وبين المستشار أشرف نبيل، وطبعا بدأ يقول إن أكيد أحدهم ده هو اللي بيدفع الملايين علشان القضية يتطرمخ عليها. ما هو ما ينفعش ان احمد فرج يتحكم عليه بالاعدام وان احمد عاشور وان احمد شحت قصدي يتخفف الحكم عن الاعدام. اذا كان هو المتهم التاني هياخد اعدام والمتهم الاول ما ياخدش اعدام، فهنا المستشار اشرف عاشور شاف ان هو كده بيتم التقليل من قيمته. يعني معنى كده ان انت بتقلل من قيمتي، يعني انا ماليش لازمه اركن على جنب لحد ما انت تقدم مذكرات النقد. طبعا عايزه اقول لكم ان ممكن اكتر من 4 يقدموا مذكرات نقد عادي جدا، واحدة فيهم تتقبل، الاتنين يتقبلوا، الأربعة يتقبلوا، المهم ان في حاجة منهم تتقبل. فهو ده طبعا تبرير المستشار أشرف نبيل، يعني هو عارف ان هو مش هيخسس حاجة من المستشار أحمد عاشور لو كتب مذكرة النقد بتاعته. لكن احنا هنا في تساؤل مهم جدا جدا بنسأله للمستشار أشرف نبيل: هل حضرتك بعد كل اللي اتنشر في القضية وبعد حيثيات الحكم شايف ان احمد شحتة لا يستحق الاعدام؟ هل حضرتك شايف ان احمد شحتة بريء؟ هل حضرتك شايف ان
بعد كل التعذيب وبعد كل اللي ارتكبوه وعلى مدار اكتر من يوم بيموتوا فيه بالبطيء، هل التلاتة ما يستحقوش حكم الاعدام؟ طيب الناس اللي بتقول امال ايه هو لما القضية ما هواش الدافع بتاعها السرقة قتلوا الدكتور أسامة ليه؟ عايزة أقول لكم إن الأقاويل هنا بقى كتيرة جدا جدا. يعني في اللي بيقول إن هو تجارة أعضاء، وفي اللي قال إن هو تجارة عملة، يعني كانوا بيتاجروا في العملة واختلفوا على سعر تغيير الصرف. كلنا عارفين السوق السوداء بتبقى مختلفة عن البنك، فهنا أسامة مثلا ما وافقش على السعر بتاعهم فعملوا فيه كده، أو عرف عنهم إن هم تجارة العملة فعملوا فيه كده. بس نرجع ونقول ان الدكتور أسامة مش من النوعية اللي ممكن يهدد او يقول لهم ده انا هفضح، لا، مسالم، شخصية مسالمة، زي ما كل شوية بطلع لكم الصورة بتاعته. شخصية كانت مسالمة، ملاك ماشي على الارض، مش بشهادة والدته على فكرة، بشهادة الناس جميعا. فاذا هنا في طرف خفي، الكل اجتمع على الكلام ده. ايوه في طرف خفي، احنا موقنين بان في طرف خفي. كان نفسنا ان يتم اعادة المحاكمة علشان يتم تقديمه، لكن للأسف لو تم قبول مذكرة النقد هنا احتمال كبير جدا ان ممكن يتم تخفيف الحكم عن المجرم الاول والتاني، وان هي القضية تكون ضرب افضى الى موت او موت عن طريق الخطأ، وهو دي اللي هتكون القشة التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. هنا بجد احنا ممكن يعني يحصل لنا حاجة لما نلاقي التلاتة محدش فيهم خد اعدام. طب امال والدة الدكتور أسامة تعمل ايه؟ ربنا يكون في عونها، نحتسب عند الله من الشهداء. عايزة اقول لكم كمان ان المستشار احمد عاشور قال ان هو هياخد توكيل رسمي من احمد فرج وهيوثقه في الشهر العقاري، والكلام ده طبعا بيقول ان محكمة استئناف القاهرة وافقت بالفعل على عمل هذا التوكيل. وطبعا انا عايزة اقول لكم ان هو من ضمن الحاجات ان هو هيكتبها في مذكرة النقد هو الاكراه المادي والمعنوي اللي تم استعماله تجاه احمد فرج. وطبعا من ضمن الاكراه المعنوي او الاكراه اللي هو حصل له وقت التحقيقات، ان هو تم التحقيق معاه لمدة 25 ساعة، يعني اكتر من يوم كامل، بغرض ارهاقه، وطلب مقابلة النائب العام. هيطلب مقابلة للنائب العام وهو بالفعل طلبها، لكن لم يتم تحديد وقت معين ليها. وقال كمان ان في عديد من الاجراءات اللي هو هيستخدمها، لكن هو ما يقدرش يعلن عنها. طبعا هو مازال مصمم ان في يد خفية في الموضوع، وان هو لن يترك القضية حتى اظهار الحقيقة كاملة. وطبعا عايزة اقول لكم ان هو مرارا وتكرارا قال ان اخر تواجد للدكتور